بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ليه عملت معادلة الصيدلة الأمريكية؟ أنا كنت عاملة خطة لنفسي إنه بعد ما أتجوز وأخلف وأصغر طفل يدخل المدرسة يوم كامل، يعني إن أنا أبتدي أعمل المعادلة وأشتغل كصيدلانية. فطبعا أنا في مصر علشان كلية الصيدلة دي بالنسبة لي كانت صعبة جدا، أصعب من الطب يعني كمان، لأن مليانة حفظ وأنا مش بحب الحفظ. المهم يعني فأنا كان لازم أواصل بقى، يعني بعد التعب ده لازم كنت أواصل. أساسا يعني في ليا هدف معين عايزة أوصل له. الهدف ده بصراحة هو مش الفلوس، وطول عمري مش بدور على الفلوس. أنا كنت عارفة إنه دلوقتي الصيدلي في أمريكا وفي العالم كله، وبالذات في أمريكا لأنهم بيعملوا إحصائيات باستمرار. الإحصائيات بتقول إن الصيدلي هو رقم واحد عندهم، في الناس بتثق فيه. الصيدلي اللي هو واقف في الصيدلية بتاعته، ليه؟ لأنه بيدوهم نصيحة ببلاش، وفي العالم كله يعني. فطبعا دي رسالة مهمة، ومش يعني مش أي حاجة كده وخلاص، فالواحد مش مفروض إن هو يعني يضيعها. بالإضافة لكده يعني كنت عايزة أبقى قدوة حسنة لأولادي وبالذات البنات، إنه فعلا أنا محجبة حجاب كامل، مش الحجاب الموضة دوت. ومع ذلك أنا ناجحة في شغلي، وعندي ما يثبت إن أنا ناجحة في شغلي. بيحطوا هما كشف مين اللي كان عنده المرضى اختاروه أكتر واحد، ومين اللي كذا وكذا وكذا، وبيعلقوه على الحيطة. الكمبيوتر هو اللي عامله، مفيش بني آدمين عاملينه بس. وكمان كنت عايزة أثبت للأمريكان نفسهم، اللي هم دايما يبصوا للمحجبات يعني على إنهم أغبياء، وإن هم مقهورين، وإن هم شخصيتهم في الضياع. ده بقى كنت عايزة أثبت لهم العكس، وفعلا الحمد لله عملت كده وحققت كده. وإن شاء الله في الحلقات اللي قبل كده اللي بعد كده هكتب إزاي عملت المعادلة بالتفصيل. شكرا، سلام عليكم.